السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيك الترند المنتشر جدا الأيام دي هو الكيك الأكواب الكوري أو كيك توجو. والكيك ده فكرته حلوة جدا، بيتعمل في أكواب ورقية بالشكل ده، وينفع جدا في الخروجات لو خارجين بره، هيبقى حلو جدا، مش هيبهدل الدنيا، وكمان في المناسبات هيتعمل للأطفال كده. هو نفس فكرة التورت الكبيرة بالظبط، ولكن ده هنعمله في أكواب ورقية وهيتقدم كده، يبقى شكله حلو جدا، وهيبقى للأطفال كمان أحسن بكتير من التورت الكبيره، مش هيبهدلوا نفسهم وهيبقى حلو جدا. واول حاجه هنحضرها معانا كيك السبونج بدون دقيق سبونج خالص، بالدقيق العادي. معايا كوبايه من الدقيق، دقيق عادي جميع الاستخدامات، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من عصير البرتقال والفانيليا، وكمان ربع كوبايه من السكر، ورشه ملح، واربع بيضات، وبس كده. كل المكونات دي معانا. بفصل بقى البياض عن الصفار، وبسيب البياض شويه ينضرب، وبعد كده هروح على الدقيق. هنخل دقيق، معايا كوبايه من الدقيق، دقيق عادي. هشيل من الكوبايه دي معلقتين من الدقيق، وهضيف معلقتين من النشا، ومعانا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكده خلاص. هنروح على البياض بعد ما عمل رغوه بسيطه كده، فقاعات بتكون بسيطه، بنزل بالسكر. ومعايا هنا السكر ربع كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي، بنزل بنص الكميه بس، وانزل واحده واحده كده، واروح على واسيب البياض ينضرب كويس، واروح على الصفار، بنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا على الصفار، وبقيه كميه السكر اللي فاضله معايا، وابدا اضربهم كويس بمضرب يدوي عادي خالص، لحد ما يبدا اللون يفتح معايا كده. هيكون بالشكل ده بعد ما السكر والبيض انضربوا مع بعض كويس. وبعد كده هنزل بربع كوبايه من عصير البرتقال، وممكن نضيف بدل عصير البرتقال حليب، ولكن عصير البرتقال بيخلي الكيك اخف وخفيفه كده، وليها طعم طبعا. البرتقال بيدي للكيك طعم حلو. وبنزل بعد كده بربع كوبايه من الزيت، واحده واحده كده. الزيت هنزله واحده واحده، وهبدا اضرب كده، وكده الخليط جاهز معايا، وبياض البيض كمان جاهز ما شاء الله. شايفين كده جاهز معانا. هبدأ كده اجيب الدقيق اللي نخلته، هنخله تاني كده على الخليط ده، وهضرب الخليط ده كويس جدا كده لحد ما الدقيق يختفي معايا والخليط يكون جاهز، وبياض البيض جاهز كمان. هجيب بياض البيض وانزل بيه على الخليط ده، وهبدأ اقلبه، بس هقلبه واحدة واحدة كده، مش هقلبه على السريع، هقلبه واحدة واحدة. ولكن انا مسرعة المقطع ده، فهيبان لكم ان انا بقلب بسرعة، ولكن انا كنت بقلب بالراحة خالص، وبالمضرب اليدوي العادي جدا. مش لازم نستخدم معلقة علشان نقلب بيها. وخلاص كده خليط الكيك جاهز معايا. هجيب صينية وهفرش عليها ورق الزبدة، وده قوام الكيك بيكون بالشكل ده. وهنزل بالخليط كده على الصينية على ورق الزبدة، وهبدأ افرد الخليط ده كويس كده بالسباتيولا، علشان الارتفاع كله يبقى قد بعضه بتاع الكيك. وهنزل بالخليط اللي فاضل معايا في صينية تانية، وهجهز الفرن. طبعا مشغله الفرن من قبلها، وكده صواني الكيك جاهزة هدخلها على الفرن. وكده بعد ما طلعت من الفرن معانا، شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا، وباين عليها كمان ان هي هشة وطرية ولونها فاتح كده. هسيبها كده، اغطيها واسيبها تبرد، وبعد كده هقطعها باي قطعات عندي. لو مش متوفر قطعات هقطعها باي حاجة. هيكون معايا مقاسين، مقاس صغير ومقاس اكبر على حسب الكوباية اللي موجودة. انا عملت مقاسين كده من الكيك بكوبايه عاديه جدا، وبدات اقطع المقاس الكبير. ما شاء الله شايفين الكيك قد ايه فاتح وطري. ادخل بعد كده على الحشوات اللي معايا هنا خوخ، الخوخ اللي هو بيكون معلب ده. وهبدا اقطعه صغير بالشكل ده. ومعايا كمان مانجا، هقطعها قطع صغيره كمان، عشان هستخدم كل ده في الحشو الكيك، على حسب بقى الحشوات اللي انتوا عايزينها هتحشوا بيها الكيك. انا معايا هنا قطعت خوخ وقطعت مانجا، وهيكون معايا حشوات تانية كمان هنشوفها مع بعض دلوقتي. ومعايا هنا كمان جهزت كريم شانتيه، ومعايا هنا كيس حلواني هبدأ املاه من الكريمة كده. ومعايا هنا الكوبايات اللي هستخدمها، والشراب الخوخ اللي معايا ده، هبدأ كده ان انا اسقي بيه الكيك اللي معايا. مش محتاجه ان انا اعمل ميه وسكر علشان الكيك اسقي بيه الكيك. انا كده معايا الشراب اللي بيبقى في الخوخ الجاهز ده، بيكون حلو جدا. وهبدأ اعمل طبقة من الكيك، وعليها طبقة من الكريمة والمانجا، وهبدأ اضيف تاني طبقة من الكريمة تاني، واحط مانجا تاني، واخر حاجة طبقة كيك. بضيف طبقة الكيك الكبيرة، المقاس الكبير على الوش كده، واضيف عليها الكريمة. اساوي الكوباية من فوق بالشكل ده بسباتيولا صغيرة، او اي حاجة عندنا بقى متوفرة قدامنا نقدر نسوي بيها الكوباية.
وهدخلها على التلاجة واعمل غيرها. وهضيف تاني طبقة صغيرة، ديت المقاس الصغير من الكيك، اضيف عليه الكريمة والخوخ، قطع الخوخ الصغيرة دي، وهبدأ اضيف طبقة تاني من الكيك وهسقيه تاني كده من المية اللي معايا اللي في الخوخ دي، وهبدأ اضيف الكريمة وعليها طبقة تانية، اي طبقة احنا عايزينها بقى نغير المرة دي ونحط قطع من الشوكولاتة، يبقى طبقة من الخوخ وطبقة من الشوكولاتة. وهضيف الطبقة الكبيرة من الكيك فوق وهسقيها تاني، وهبدأ اضيف عليها الكريمة واسويها بالشكل ده. وابدأ اسويها كويس كده وهدخلها على التلاجة علشان الكريمة تتماسك واقدر ارسم عليها كويس او اعمل عليها اي شكل انا عايزاه. كل خطوات الكيك ده زي التورته الكبيره بالظبط، اكننا بنعمل تورتايه كبيره ولكن في كوب ورق كده، بيكون اسهل طبعا علشان اللي مش متمكن في التورت مش بيعرف يزين التورت كويس، فالاكواب دي اسهل حل الصراحه، وبتنفع كمان في المناسبات. لو في تورته كبيره هنقدر نعمل الاكواب دي للاطفال حلوه كده علشان ما يبهدلوش نفسهم. كل طفل هيكون معاه الكوب بتاعه كده والمعلقه، ولا في بهدله ولا اي حاجه، هتنفع في مناسبات كتيره جدا، وبصراحه سهله جدا ما شاء الله. والكوب ده استخدمنا فيه حشوات تانية، استخدمت فيه التوت ده بيدي طعم حلو جدا كده، مزازه مع حلاوه ما شاء الله، تغيير كده في الاكواب وبيدينا طعم حلو جدا. اي صوصات متوفره في البيت هنستخدمها في الاكواب دي وهتبقى حلوه جدا ما شاء الله. اي صوص بقى متوفر، صوص شوكولاته او كراميل او اي صوص، هيبقى حلو جدا، هنضيفه في الاكواب وهتبقى ما شاء الله تغيير كده وحاجه حلوه كده. بعد ما خلصنا الاكواب كلها هدخلها التلاجة تتماسك شويه علشان بعد كده نشوف هنعمل ايه كده. بعد ما طلعت من التلاجة واكون محدده عليها اي رسمه انا عايزاه، وهبدا بالشوكولاته كده احدد بقى الرسمه اللي انا عايزاها واكون محدداها قبلها كده علشان انزل بيها بالشوكولاته كده وتبقى واضحه وتكون سهله عليا يعني. انا كنت مستخدمه قبل الخله ديت كيس حلواني كنت حاطه فيه الشوكولاته وابدا كده ارسم بيه، ولقيته صعب شويه، حبيت ان انا اعمل بقى بالخله كده، لقيتها اسهل بكتير. اي حاجه بقى، اي رسمه احنا عايزينها. حاولت كده ان انا ارسم فراشه، كل واحد يرسم بقى زي ما هو حابب، ممكن تكونوا شاطرين عني في الرسم فتطلع الرسم معاكم احلى من كده. انا عملت اي حاجه بقى اللي انا قدرت عليه اعمله في الرسمه دي عملتها. انا مش محترفه قوي في الرسم يعني، مش شاطره في الرسم، حاولت اعمل اي رسمه كده تفرح الاطفال. وعلى حرف الكوبايه كده هبدا اضيف اي سبرينكلز موجود عندي، معايا كور صغيره كده ملونه هبدا اضيفها على حرف الكوبايه علشان يبقى شكلها حلو. ومعايا رسمه تانية هبدا كده ان انا ارسمها معايا كده، انا محدده شكل النحله، هبدا ان انا ارسمها برضو، احددها بالشوكولاته بالشكل ده كده. وطبعا محدش يتريق على رسوماتي، انا على قدي خالص خالص يعني في الرسم. ممكن تقدروا تعملوا اي حاجه بسيطه بقى، مش لازم رسم من ده، بس انا حبيت اعمل رسمتين ولا حاجه كده تفرح الاطفال. بحاول كده اطلع الرسمه مظبوطه كده على قد ما اقدر. وكده بعد ما حددت النحله كده ورسمتها وخلاص، هبدا كده على حرف الكوبايه واضيف عليها الفرماسيلا زي ما عملنا في الكوب اللي قبل كده. والرسمه ما شاء الله يعني طالعه الى حد ما حلوه. اهم حاجه الاطفال كانوا فرحانين جدا بالرسومات دي. وتقدروا طبعا تعملوا رسومات بسيطه جدا جدا من الكريمه الملونه، تلونوا كريمه كده وتعملوا نقط صغيره كده من الالوان، هتبقى حلوه جدا برضو. اي رسومات خفيفه كده، مش شرط يعني نرسم، او في رسومات جاهزه بتتحط، رسومات قابله للاكل طبعا بتتحط على الاكواب كده بيبقى شكلها حلو جدا. وهنا جبت كوب تاني وحاولت ان انا ارسم لهم كده بالونات والونها كده بالوان حلوه علشان يفرحوا بيها بالخله برضو كده. وهحدد شكل البالونه وبعد كده هعمل كريمه بقى والون الكريمه باي الوان انا عايزاها. اهم حاجه كده احدد البالونه كويس بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، والونها بقى باي لون. معايا هنا الكريمه قسمتها على 3 كوبايات كده، وهبدا اضيف الالوان اللي انا عايزاها كده. هبدا اضيف اللون الاحمر، ومعايا كمان لون بينك كده هضيفه برضو على الكوب التاني، ومعايا برضو لون اصفر. احاول كده اي لون انا عايزاه كده علشان الون بيها البالونات دي. وضفت اللون الاصفر كده على الكوب الثالث اللي فاضل معايا، وهبدا بقى الون البالونات الحلوه دي بخله برضو، بخله كده، وهبدا الون كل بالونه كده بلون علشان يكون شكلها حلو كده. هسوي الكريمه كويس كده
وهحط البالونه اللي جنبها كمان باللون البينك كده واللون الاصفر كمان، وبقى شكلها حلو جدا ما شاء الله. شايفين اي حاجه كده، اي اختراع كده في دماغنا هنعمله. وهنا في الكوب ده ضفت كده نقط من الكريمه الحمراء، وبدات ان انا اعملها بالخله كده على شكل قلوب، بشدها بس بمشي عليها بالخله كده بتدينا الشكل ده. وحبيت ان انا اكمل الدايره كده، فضفت كده كريمه تاني وعملتها دايره كده ما شاء الله حلوه. رسومات كلها بسيطة كده وسهلة، وممكن تقدروا تعملوا أسهل من كده، تكون حاجات بسيطة خالص، حاجات صغيرة. أنا عملت الأشكال دي وطلعت معايا حلوة جدا، وكانوا الأطفال فرحانين بيها جدا ما شاء الله. الأطفال بيحبوا الألوان والحاجات دي. والأكواب خلصت معانا وما شاء الله شكلها حلو جدا. وهنفتح كمان كوب معاكم كده من جوه. وأخيرا عملنا الترند الجديد وطلع فعلا اختراع حلو جدا ما شاء الله. وفتحت كوب معاكم من جوه كده، الطبقات شكلها حلو ما شاء الله. ايه الجمال ده بجد، طعمها حلو جدا. وكمان تقدروا تحشوها باي حشوه انتوا عايزينها، فاكهه، مربى، اي حاجه متوفره عندكم هتحشوا بيها وتطلع حلوه جدا ما شاء الله. بجد وصفه حلوه جدا، لازم تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.